تحلية رمضانية بالفلان والشوكولا وجاتو اوريو. واش نقولكم واحد البنة. راكي مراتي يا اختي. الا كنتي مزروبة ولا نهار الاول تاع رمضان على بالنا كاين لاصاج تاع الاطباق كاع نظلوا في الكوزينه من الصباح للعشيه وحنا نجرو. الا حصلتي وما عندكش الوقت خاصه الخدامين مساكن ربي يعينهم يدخلوا روطار للدار. هذه تحليه بزاف سهله اقتصاديه وتوجد تمتم 10 دقائق وانت وجدتيها. يعني وبزاف سهله وبسيطه والذوق تاعها بزاف هايل. نبداو بسم الله. هنا عندي نص لتر حليب. الحليب يعني ما يعادل 2 كيسان. باكي فلان فانيا. عندي 2 مغارف كبار مايزينا. نخلط مليح ونحطه فوق النار حتى يثقل. نفرغه في طبسي يبرد وندخلوه الثلاجة يبرد مليح. لازم يبرد مليح باش تطلع باش نروحو للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية نسحقو كاس عفوا بودرة الشونتية مخرج فيها رمضان بودرة الشونتية. نص كاس حليب. الحليب يكون بارد من الأحسن. فوالا نص كاس حليب. هنا نخلطو بالباتر باللول بالعقل يا اختي ما تخلطيش ديريكت ولا يولي هذاك الغبابره طيح عليك. نخلطو مليح حتى يولي كريمي. الاول تشوفيه شغل تخافي من لا تيكستور تاعو مي انتي عادي يعني كملي برك خلطي وما كان حتى حاجه يعني حتى هذيك الشونتيه تولي تطلع وتولي ينموس. فوالا تولي ينموس. على بالنا قاع فلان الطريقة التقليدية دايما نديروها العادية يعني بس هذه شغل تجي ذوق الفلو مي عندي احسن يعني من الفلان الطبيعي هذاك. فوالا نخلطو مليح حتى يطلع مليح. الا كان يعني الخليط تاعك بارد نضمن لك يطلع بصح لاستيوس ما ديرهاش هكداك وهو مازال سخون. الا كان مازال سخون شويه خليه يبرد. ديري شغل واحد اخر يا اختي. فوالا نخلطو. اكيد لازم تكون نوعيه بودره الشونتي مليحه. فوالا ما نجيبوش هذيك العيانه. هنا نخليوه يبرد. بعد ما طلع نجيبو جاتو اوريو ولا نقدروا نستبدلوه بجاتو شيكولا الأحسن يعني يكون شوكولا. هنا نغمسوه في الحليب ما ديرش سكر ولا ما نزيدوش الحلاوه يا اختي. رمضان بزاف السكر بزاف. نقصوا شويه السكر يعني تجيو تحليه يعني متوازنه يعني ماشي صامته ماشي حلوه بزاف. فوالا نديرو داخل ليفيرين ولا الكؤوس تاعك كاطو تستفوهم هكذا عشوائيا يعني بلا ما تكلفي روحك. نديرو هذيك لاموس داخل اون بوشادوي ونبداو نديرو داخل كيسان. فوالا نصفوهم نخليو فيها اسباس يعني ما نعمروهمش بلا كريم خاطر مازال نزيدو الطبقه الثانيه من البسكويت. حبيتي تكتري حبيتي تقلي هذاك كل وحده والرغبه تاعها. فوالا يعني جربوا هاد الوصفه على بالي بلي راح تعجبكم واقتصاديه يعني ماشي غير مكلفه هاد الوصفه. وبعد نزيدو الطبقه الثانيه تاع لا كريم ولا لاموس فوق هذا الجاتو. كمية الجاتو يعني اختياري حبيتي ديري حبة حبة حبيتي ديري جوج كل واحد يعني ويعرف أفراد العائلة تاعو يحبوا يعني يكثروا ولا يقلوا. هذاك يعني كل وحدة ولوغو تاعها. فوالا نديرو الطبقة الثانية أيضا بلا بوشادوي
نبوشيوها داخل ليفيرين. فوالا سهلة، توجد بالخف. والله اخر دقيقة تقدري توجديها. هايليك طبقة تاع بسكويت، طبقة تاع كريمة، طبقة تاع بسكويت، طبقة تاع كريمة. من جهة اخرى نجيبو 100 غرام شوكولا بالحليب، نضيفوا لها 3 مغارف حليب، نديروها داخل الميكروويند ولا في حمام مائية كيما حبيتي. نضيفوا لها مغرفة صغيرة مارغرين، نخلطو مليح، نخلطو حتى هذاك الشوكولا يعني تولي متمازجة يعني. فوالا يولي السطح تاعها املس. فوالا ومن بعد هنا نفرغو فوق ليفيرين بمغرفة. الشوكولا ما نديروهاش يعني سخونة مليح، نديروها هي دافية برك ماشي سخونة سخونة. تقدري تاني اللي ما عندهاش وحده ما عندهاش شوكولا ولا حبيت دير هاد الوصفه عادي، تقدري حبيبتي تزينيها بجاتو اوريو نص حبه من الفوق، والصلاه والسلام على رسول الله. يعني ما تكلفيش روحك، ولكن من الافضل يعني نضيفو جاتو عفوا شوكولا بالحليب. بدا رمضان يخدم فيا على بالي، معليش. فوالا هايليك تزيين خفيف. ولا تحبي يعني تكسري هذيك الجاتو وديري من الفوق يعني هكذاك مكسر بلا ما نديرو هذاك نص حبه تاع اوريو. اختياري اختياري، كسريها يعني خشينه شويه ودردري من الفوق وتزيني. هايليك التحليه تاعنا كيفاش جات بزاف هايله، روعه، سريعه، اقتصاديه، وان شاء الله تعجبكم. يعني اكيد راح يعجبكم الفيديو تاع اليوم. جربوا الوصفه واحتفظوا بالفيديو، اكيد راح تلقاوه يعني تحتاجوه. ديروا لي جيم، ما تنسوش يعني ابوني للقناة سوفت هوم دي زد، جيم للفيديو وتفعيل الجرس. سلام.